السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن زمن المبني للمجهول في الزمن المستقبل البسيط. طبعا القاعدة العامة للمبني للمعلوم تبدأ بالفاعل زائد will زائد فعل مجرد زائد مفعول به زائد تكملة الجملة. أما قاعدة المبني للمجهول فهي مفعول به زائد will be زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. ثانيا نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل المجرد الذي يقع بعد will. نكتب will be ونحول الفعل المجرد إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المستقبل البسيط هن tomorrow, next و future. الأسئلة: They will make the cake tomorrow. Write the correct passive form. The cake will be made tomorrow. يعني لاحظت الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى هي الجملة مبنية للمعلوم والجملة الثانية هي مبنية للمجهول. طبعا المبني للمجهول في الزمن الماضي البسيط أو الماضي التام. passive voice in past perfect. قاعدة المبني للمعلوم: فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني للمجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد هاد زائدا بين زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة الجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث للفعل. نكتب هاد زائدا بين. لا نحول الفعل لأن الفعل عندنا هنا هو تصريف ثالث للفعل. الأمثلة: We had cleaned the room. Write the correct passive. The room had been cleaned. يعني هذا الجواب للجملة اللي فوق. إيش حدث عندنا؟ أولا ضفنا فاعل أو في مقدمة الجملة حذفنا الفاعل قدمنا المفعول به في بداية الجملة، وبعدين خلينا هاد بين كلينت في التصريف الثالث للفعل. المبني للمجهول في زمن المضارع التام. قاعدة المبني للمعلوم في زمن المضارع التام: فاعل زائد هاز أو هاف زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني للمجهول: مفعول به زائد هاز أو هاف زائدا بين زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: حذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نجده بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث للفعل. نضع يا أما هاز أو هاف وبعدها نضع بين. لا نحول الفعل لأن الفعل هنا هو تصريف ثالث للفعل، ما يحتاج نحوله. الأمثلة: نور has done the homework. Write in the correct passive form. أولا إيش راح نسوي؟ نحذف الاسم نور ونقدم the home في بداية الجملة. The homework have been done. They have seen the passive. Write the correct passive. The passive has been seen. إذن المبني المجهول في الزمن الماضي مستمر. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد was أو were زائد في بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني للمجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد was أو were زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل الذي يحتوي على ing.
نحول الفعل ال ing إلى تصريف الثالث للفعل. الأسئلة: My mother was cooking a chicken. Write the correct passive form. The chicken was being cooked. يعني لاحظتوا أنه mother حذفناها وقدمنا المطبخ اللي هو the chicken was being cooked أو الدجاج طبخ. We were cleaning the house. Write the correct passive voice. The house was being cleaned. المبني المجهول في زمن المضارع المستمر. قاعدة المبني المعلوم هي الفاعل زائد is و are و am زائد v بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول فهي مفعول به زائد is و are و am زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة، يعني جاي تلاحظون أنه نفس خطوات الحل نتبعها بكل الأزمنة. نضع يا أما is و are و am أو نضع كلمة being ونحول الفعل إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المضارع المستمر: today الذي هو اليوم، now الآن، at the moment في اللحظة الحالية. الأسئلة: They are building a new bank now. Write the correct passive form. A new bank is being built now. He is washing the room. The room are being washed. الأمثلة: Somebody stole the car yesterday. Write the correct passive form. The car was stolen yesterday. My father write this letter. Write in the correct passive form. طبعا هاي جاية دور أول في 2016. The letter was written. أو this letter was written. Somebody took my wallet last week. طبعا هاي جاية دور ثاني ب 2014 ودور ثاني ب 2016. My wallet was taken last week. قاعدة المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط: فاعل زائد فعل ماضي ب ing أو bed زائدا شاذ، يعني أما يكون bed أو يكون شاذ زائد تكملة للجملة. المبني للمجهول راح يكون هو المفعول به زائد was أو were زائد تصريف ثالث الفعل زائد تكملة. طبعا تعرفون دلائل الماضي البسيط اللي هن yesterday و past و last و ago. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. هنا المفعول به راح نلقاه بعد الفعل الماضي اللي يحتوي على ed أو يكون شاذ. نضع الفعل المساعد يا أما was أو were. نحول الفعل إلى تصريف ثالث للفعل. المبني للمجهول في الزمن المضارع البسيط. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد فعل bs أو فعل مجرد زائد مفعول به. أما قاعدة المبني المجهول فهي is مفعول به زائد is و are زائد تصريف ثالث للفعل. طبعا تعرفون دلائل المضارع البسيط اللي هن always دائما، often غالبا، usually عادة، sometimes أحيانا، أو every each كل. أو يجيني الفعل بs الشخص الثالث، فهاي معناها أنه جملة بمضارع بسيط. طبعا جاي يشوفون الأمثلة متقاربة بين كل زمن وتلاحظون أنه الفرق بسيط بين كل زمن. المبني للمجهول طبعا خطوات الحل: نحذف الفاعل، مثلا إذا اسم شخص عاقل ماري أحمد، أو ضمائر العاقل مثل she he they we، أو مثلا my mother أو my mother
أو my father my sister وهكذا. والفاعل نلقاه في بداية الجملة، نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل مباشرة، يعني بعد الفعل اللي يحتوي على أس الشخص الثالث، أو بعد الفعل المجرد، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ing، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ed أو الشاذ، أو بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث، أو نحول الفعل الرئيسي إلى التصريف الثالث للفعل. طبعا مثل ما شفتوا أنه الأمثلة على زمن المضارع البسيط: هدى pays the rent in advance every week. The rent أو rent is paid in advance every week. Somebody teaches English every day. طبعا هاي جت بالتمهيدة ب2015 اللي هي English is talked every day. طبعا هاي أمثلة على القطع اللي موجودة بالكتاب، جاي تشوفونها قدامكم، وإن شاء الله راح أخليكم تحلوهن أنتم، وأريدكم تحلوهن. طبعا بالكتاب حلوهن وشوفوا حلولكم، وإذا طلع صحيح قارنوها مع الحل اللي منزله. هاي طبعا الأمثلة اللي جاي تشوفونها قدامكم، راح أنزلها لكم، الأمثلة الخاصة بالمبني للمجهول والمبني للمعلوم. جاي تشوفون قدامكم كل الأمثلة. قووا طبعا، كل ما تحلون تمارين وأمثلة بديكم راح تصير عندكم معلومات شاملة وقوية، وتقدرون تحققون معدل ونجاح عالي ومتفوق في مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة يعني مو معقدة ولا صعبة، فتقدرون تحققون بيها درجات وبسهولة. طبعا هاي الماتش المطابقة ضروري تحفظوها، لأن هاي أنا أشوفها كل سنة لازم تجي هاي المعلومات، فلذلك انتم لازم تطلعون عليها وتحفظونها. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة مو صعبة ولا معقدة، ويقدر أي طالب من عندكم بسهولة يحقق معدل من 80 وفوق. يعني أنا أشوف أن أي طالب يقدر يرفع معدله بمادة اللغة الإنجليزية. طبعا هاي بداية المقدمة في الوحدة السادسة. وصلنا إلى ختام. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم كي تشجعونا على الاستمرار إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع، وشكرا جزيلا لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن زمن المبني للمجهول في الزمن المستقبل البسيط. طبعا قاعدة العامة للمبني للمعلوم تبدأ بالفاعل زائد will زائد فعل مجرد زائد مفعول به زائد تكملة الجملة. أما قاعدة المبني للمجهول فهي مفعول به زائد will be زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. ثانيا نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل المجرد الذي يقع بعد will. نكتب will be ونحول الفعل المجرد إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المستقبل البسيط هن tomorrow next وfuture. الأسئلة: They will make the cake tomorrow. Write the correct passive form. The cake will be made tomorrow. يعني لاحظتوا الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى هي الجملة مبنية للمعلوم، والجملة الثانية هي مبنية للمجهول. طبعا المبني المجهول في الزمن الماضي البسيط أو الماضي التام passive voice in past perfect. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد هاد زائدا بين زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة الجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل
المصرف إلى التصريف الثالث للفعل، نكتب هاد زائدا been. لا نحول الفعل لأن الفعل عندنا هنا هو تصريف ثالث للفعل. الأمثلة: We had cleaned the room. Write the correct passive. The room had been cleaned. يعني هذا الجواب للجملة اللي فوق. إيش حدث عندنا؟ أولا ضفنا فاعل، أو في مقدمة الجملة حذفنا الفاعل، قدمنا المفعول به في بداية الجملة، وبعدين خلينا had been cleaned في التصريف الثالث للفعل. المبني للمجهول في زمن المضارع التام. قاعدة المبني للمعلوم في زمن المضارع التام: فاعل زائد has أو have زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني للمجهول: مفعول به زائد has أو have زائدا been زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: حذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نجده بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث للفعل، نضع يا أما has أو have وبعدها نضع been. لا نحول الفعل لأن الفعل هنا هو تصريف ثالث للفعل، ما يحتاج نحوله. الأمثلة: نور has done the homework. Write in the correct passive form. أولا إيش راح نسوي؟ نحذف الاسم نور ونقدم the home في بداية الجملة. The homework have been done. They have seen the passive. Write the correct passive. The passive has been seen. إذن المبني المجهول في الزمن الماضي مستمر. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد was أو were زائد في بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد was أو were زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل الذي يحتوي على ing. نحول الفعل ing إلى تصريف الثالث للفعل. الأسئلة: My mother was cooking a chicken. Write the correct passive form. The chicken was being cooked. يعني لاحظتوا أنه mother حذفناها وقدمنا المطبخ اللي هو the chicken was being cooked أو الدجاج طبخ. We were cleaning the house. Write the correct passive voice. The house was being cleaned. المبني المجهول في زمن المضارع المستمر. قاعدة المبني المعلوم هي الفاعل زائد is و are و am زائد في بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول فهي مفعول به زائد is و are و am زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. يعني جاي تلاحظون أنه نفس خطوات الحل نتبعها بكل الأزمنة. نضع يا أما is و are و am أو نضع كلمة being ونحول الفعل إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المضارع المستمر: today الذي هو اليوم، now الآن، at the moment في اللحظة الحالية. الأسئلة: They are building a new bank now. Write the correct passive form. A new bank is being built now.
He is wishing the room. The room are being wished. الأمثلة: Somebody stole the car yesterday. Write the correct passive form. The car was stolen yesterday. My father write this letter. Write in the correct passive form. طبعا هاي جاية دور أول في 2016. The letter was written. This letter was written. Somebody took my wallet last week. طبعا هاي جاية دور ثاني ب 2014 ودور ثاني ب 2016. My wallet was taken last week. قاعدة المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط: فاعل زائد فعل ماضي ب ing أو bed زائدا شاذ، يعني أما يكون bed أو يكون شاذ زائد تكملة للجملة. المبني للمجهول راح يكون هو المفعول به زائد was أو were زائد تصريف ثالث الفعل زائد تكملة. طبعا تعرفون دلائل الماضي البسيط اللي هن yesterday و past و last و ago. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. هنا المفعول به راح نلقاه بعد الفعل الماضي اللي يحتوي على ed أو يكون شاذ. نضع الفعل المساعد يا أما was أو were. نحول الفعل إلى تصريف ثالث للفعل. المبني للمجهول في الزمن المضارع البسيط: قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد فعل bs أو فعل مجرد زائد مفعول به. أما قاعدة المبني المجهول فهي is مفعول به زائد is و are زائد تصريف ثالث للفعل. طبعا تعرفون دلائل المضارع البسيطة اللي هن always دائما، often غالبا، usually عادة، sometimes أحيانا، أو every each كل. أو يجيني الفعل بs الشخص الثالث، فهاي معناها إنه جملة بمضارع بسيط. طبعا جاي يشوفون الأمثلة متقاربة بين كل زمن، وتلاحظون إنه الفرق بسيط بين كل زمن. المبني للمجهول: طبعا خطوات الحل: نحذف الفاعل، مثلا إذا اسم شخص عاقل ماري أحمد، أو ضمائر العاقل مثل she he they we، أو مثلا my mother أو my mother أو my father my sister وهكذا. والفاعل نلقاه في بداية الجملة. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل مباشرة، يعني بعد الفعل اللي يحتوي على اسم الشخص الثالث، أو بعد الفعل المجرد، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ing، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ed أو الشاذ، أو بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث، أو نحول الفعل الرئيسي إلى التصريف الثالث للفعل. طبعا مثل ما شفتوا أنه الأمثلة على زمن المضارع البسيط: هدى pays the rent in advance every week. The rent is paid in advance every week. Somebody teaches English every day. طبعا هاي جت بالتمهيدة ب 2015 اللي هي English is talks every day. طبعا هاي أمثلة على القطع اللي موجودة بالكتاب، جاي تشوفونها قدامكم، وإن شاء الله راح أخليكم تحلوهن أنتم، وأريدكم تحلوهن. طبعا بالكتاب حلوهن وشوفوا حلولكم، وإذا طلع صحيح قارنوها مع الحلول اللي منزله. هاي طبعا الأمثلة اللي جاي تشوفونها قدامكم، راح أنزلها لكم، الأمثلة الخاصة بالمبني للمجهول والمبني للمعلوم. جاي تشوفون قدامكم كل الأمثلة. قووا طبعا، كل ما تحلون تمارين وأمثلة بديكم راح تصير عندكم معلومات شاملة وقوية،
وتقدرون تحققون معدل ونجاح عالي ومتفوق في مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة يعني مو معقدة ولا صعبة، فتقدرون تحققون بيها درجات وبسهولة. طبعا هاي الماتش المطابقة ضروري تحفظوها، لأن هاي أنا أشوفها كل سنة لازم تجي هاي المعلومات، فلذلك انتم لازم تطلعون عليها وتحفظونها. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة مو صعبة ولا معقدة، ويقدر أي طالب من عندكم بسهولة يحقق معدل من 80 وفوق. يعني أنا أشوف أن أي طالب يقدر يرفع معدله بمادة اللغة الإنجليزية. طبعا هاي بداية المقدمة في الوحدة السادسة. وصلنا إلى ختام. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم كي تشجعونا على الاستمرار إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع، وشكرا جزيلا لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن زمن المبني للمجهول في الزمن المستقبل البسيط. طبعا القاعدة العامة للمبني للمعلوم تبدأ بالفاعل زائد will زائد فعل مجرد زائد مفعول به زائد تكملة الجملة. أما قاعدة المبني للمجهول فهي مفعول به زائد will be زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. ثانيا نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل المجرد الذي يقع بعد will. نكتب will be ونحول الفعل المجرد إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المستقبل البسيط هن tomorrow next وfuture. الأسئلة: They will make the cake tomorrow. Write the correct passive form. The cake will be made tomorrow. يعني لاحظت الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى هي الجملة مبنية للمعلوم، والجملة الثانية هي مبنية للمجهول. طبعا المبني المجهول في الزمن الماضي البسيط أو الماضي التام passive voice in past perfect. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد هاد زائدا بين زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة الجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث للفعل. نكتب هاد زائدا بين. لا نحول الفعل لأن الفعل عندنا هنا هو تصريف ثالث للفعل. الأمثلة: We had cleaned the room. Write the correct passive. The room had been cleaned. يعني هذا الجواب للجملة اللي فوق. إيش حدث عندنا؟ أولا ضفنا فاعل أو في مقدمة الجملة حذفنا الفاعل قدمنا المفعول به في بداية الجملة، وبعدين خلينا هاد بين كلينت في التصريف الثالث للفعل. المبني للمجهول في زمن المضارع التام. قاعدة المبني للمعلوم في زمن المضارع التام: فاعل زائد هاز أو هاف زائد تصريف ثالث للفعل زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني للمجهول: مفعول به زائد هاز أو هاف زائدا بين زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: حذف الفاعل. نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نجده بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث للفعل. نضع يا أما هاز أو هاف وبعدها نضع بين. لا نحول الفعل لأن الفعل هنا هو تصريف ثالث للفعل، ما يحتاج نحوله. الأمثلة: نور has done the homework. Write in the correct passive form. أولا إيش راح نسوي؟ نحذف الاسم نور.
ونقدم the home في بداية الجملة. The homework have been done. They have seen the passive. Write the correct passive. The passive has been seen. إذن المبني المجهول في الزمن الماضي مستمر. قاعدة المبني المعلوم: فاعل زائد was أو were زائد في بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول في هذا الزمن فهي مفعول به زائد was أو were زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل الذي يحتوي على ing. نحول الفعل ing إلى تصريف الثالث للفعل. الأسئلة: My mother was cooking a chicken. Write the correct passive form. The chicken was being cooked. يعني لاحظتوا أنه mother حذفناها وقدمنا المطبخ اللي هو the chicken was being cooked أو الدجاج طبخ. We were cleaning the house. Write the correct passive voice. The house was being cleaned. المبني المجهول في زمن المضارع المستمر. قاعدة المبني المعلوم هي الفاعل زائد is و are و am زائد في بها ing زائد مفعول به زائد تكملة للجملة. أما قاعدة المبني المجهول فهي مفعول به زائد is و are و am زائد being زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة للجملة. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. يعني جاي تلاحظون أنه نفس خطوات الحل نتبعها بكل الأزمنة. نضع يا أما is و are و am أو نضع كلمة being ونحول الفعل إلى التصريف الثالث للفعل. دلائل المضارع المستمر: today الذي هو اليوم، now الآن، at the moment في اللحظة الحالية. الأسئلة: They are building a new bank now. Write the correct passive form. A new bank is being built now. He is washing the room. The room are being washed. الأمثلة: Somebody stole the car yesterday. Write the correct passive form. The car was stolen yesterday. My father write this letter. Write in the correct passive form. طبعا هاي جاية دور أول في 2016. The letter was written. أو this letter was written. Somebody took my wallet last week. طبعا هاي جاية دور ثاني ب 2014 ودور ثاني ب 2016. My wallet was taken last week. قاعدة المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط: فاعل زائد فعل ماضي ب ing أو ed زائدا شاذ. يعني أما يكون ed أو يكون شاذ زائد تكملة للجملة. المبني للمجهول راح يكون هو المفعول به زائد was أو were زائد تصريف ثالث الفعل زائد تكملة. طبعا تعرفون دلائل الماضي البسيط اللي هن yesterday و past و last و ago. خطوات الحل: نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. هنا المفعول به راح نلقاه بعد الفعل الماضي اللي يحتوي على ed أو يكون شاذ. نضع الفعل المساعد يا أما was أو were. نحول الفعل إلى تصريف ثالث للفعل. المبني للمجهول في الزمن المضارع البسيط. قاعدة المبني المعلوم:
فاعل زائد فعل بي اس أو فعل مجرد زائد مفعول به. أما قاعدة المبني للمجهول فهي is مفعول به زائد is و are زائد تصريف ثالث للفعل. طبعا تعرفون دلائل المضارع البسيطة اللي هن always دائما، often غالبا، usually عادة، sometimes أحيانا، أو every each كل. أو يجيني الفعل بي اس الشخص الثالث، فهاي معناها انه جملة بمضارع بسيط. طبعا جاي يشوفون الأمثلة متقاربة بين كل زمن، وتلاحظون انه الفرق بسيط بين كل زمن. المبني للمجهول طبعا خطوات الحل: نحذف الفاعل، مثلا إذا اسم شخص عاقل ماري أحمد، أو ضمائر العاقل مثل she he they we، أو مثلا my mother أو my mother أو my father my sister وهكذا. والفاعل نلقاه في بداية الجملة، نضع المفعول به في بداية الجملة. المفعول به نلقاه بعد الفعل مباشرة، يعني بعد الفعل اللي يحتوي على اسم الشخص الثالث، أو بعد الفعل المجرد، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ing، أو بعد الفعل اللي يحتوي على ed أو الشاذ، أو بعد الفعل المصرف إلى التصريف الثالث، أو نحول الفعل الرئيسي إلى التصريف الثالث للفعل. طبعا مثل ما شفتوا أنه الأمثلة على زمن المضارع البسيط: هدى pays the rent in advance every week. The rent أو rent is paid in advance every week. Somebody teaches English every day. طبعا هاي جت بالتمهيدة ب2015 اللي هي English is talked every day. طبعا هاي أمثلة على القطع اللي موجودة بالكتاب، جاي يشوفونها قدامكم، وإن شاء الله راح أخليكم تحلوهن أنتم، وأريدكم تحلوهن. طبعا بالكتاب حلوهن وشوفوا حلولكم، وإذا طلع صحيح قارنوها مع الحلول اللي منزله. هاي طبعا الأمثلة اللي جاي تشوفونها قدامكم، راح أنزلها لكم، الأمثلة الخاصة بالمبني للمجهول والمبني للمعلوم. جاي تشوفون قدامكم كل الأمثلة. تقووا طبعا، كل ما تحلون تمارين وأمثلة بديكم راح تصير عندكم معلومات شاملة وقوية، وتقدرون تحققون معدل ونجاح عالي ومتفوق في مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة يعني مو معقدة ولا صعبة، فتقدرون تحققون بيها درجات وبسهولة. طبعا هاي الماتش المطابقة ضروري تحفظوها، لأن هاي أنا أشوفها كل سنة لازم تجي هاي المعلومات، فلذلك انتم لازم تطلعون عليها وتحفظونها. طبعا مادة اللغة الإنجليزية مادة مو صعبة ولا معقدة، ويقدر أي طالب من عندكم بسهولة يحقق معدل من 80 وفوق. يعني أنا أشوف أن أي طالب يقدر يرفع معدله بمادة اللغة الإنجليزية. طبعا هاي بداية المقدمة في الوحدة السادسة. وصلنا إلى ختام. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم كي تشجعونا على الاستمرار إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع، وشكرا جزيلا لكم. شكرا.